من حوالي 5 سنين وبعد أداء كارثي من فينيسيوس. في فيديو طلع لبنزيما وهو بيتكلم مع مندي وبيقول له ما تديش الكورة لفينو، ده بيلعب ضدنا. وبعد اللقطة دي ب4 مواسم في الكلاسيكو اللي فات ده نشوف كورتوا بيتعصب عليه وبيشتمه عشان الاستهتار اللي بيعمله. حتى في كأس العالم للأندية أمام الهلال ما كانش فينو اللي احنا بنعرفه. الغريب في الموضوع إن فينيسيوس كسب لقبين دوري الأبطال وكان مرشح يكسب البلندور في الموسم اللي فات. كان واحد من أهم اللاعبين في الفريق، مسجل هدفين في نصف النهائي في دوري الأبطال وهدف تاني في النهائي. فإيه الغريب في التحول اللي حصل له ده؟ وهل فينيسيوس رجع تاني عبء على مدريد؟ تعال نرجع لأول موسم ونشوف الموضوع ده سوا. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة واعمل لي لايك ويلا بينا. في شهر 6 2024 ريال مدريد بيعلن التعاقد مع مبابي، وبالرغم من فرحة الجماهير ساعتها لأنها كانت أكتر صفقة منتظرة من سنين، كان في جزء من القلق والغموض على مكان لعبه في الفريق، خاصة إنه جه في موسم عالمي من فينيسيوس، وكان معظم التوقعات ساعتها إنه هيلعب مكان المهاجم. على الرغم أرقامه كجناح أحسن بكتير، الدنيا ما كانتش واضحة في البداية إزاي مدريد هيلعب بنجمين كبار في نفس المركز. وفي أول ماتش في الموسم في نهائي السوبر ضد أتلانتا فينيسيوس يضيع الهدف الأول ومبابي يسجل الهدف الثاني، والماتش ده يكون بداية كويسة للاتنين في الفريق ويطمن الجماهير شوية إن الفريق هيقدر يتعامل مع الموضوع ده ويلعب كويس. بس لما الدوري بدأ ده ما حصلش. فينيسيوس في أول 13 ماتش ليه مع الريال والبرازيل في الموسم ده مسجلش غير 3 أهداف بس، ومستواه ما رجعش يتحسن تاني غير في شهر 10 لما الكلام على البلندور كتر واتأكد إن هو المرشح الأول للجائزة. وساعتها قال لك لا، الواحد يركز شوية عشان الناس تفتكر إني أستحق الجائزة دي قد إيه. وبالفعل عمل كده ويسجل في الدوري ضد فيلا ريال، والماتش اللي بعده يسجل تاني قدام سيلتا فيجو، وبعدها يضرب دورتموند بهاتريك في دوري الأبطال. السيناريو كان ماشي مظبوط لفينيسيوس لحد دلوقتي. عندك كلاسيكو يوم 26 وبعدها بيومين تكسب الكرة الذهبية والدنيا زي الفل. بس الواقع كان ليه رأي تاني. في أول كلاسيكو في الموسم مدريد بيخسر 4-0 في برانبيو، وبالرغم من الهزيمة دي فينو كان عنده اللي يصبره. كلها يومين وهيكسب الجايزة لأي لاعب كورة بيحلم بيها، لحد ما في يومها الواحد بيفتح النت ليه أخبار إن رودري هو اللي هيكسب. وشوية شوية بيريز قال لفينو ما تروحش، وقال للنادي محدش يروح الحفلة دي أصلا، وبالفعل محدش راح. وزي ما الأخبار اتسربت وقالت رودري كسب الجايزة وسط دهشة واستغراب ناس كتيرة جدا من مشجعي الكورة. وسواء انت شايف الجايزة دي عادلة ولا لا، ده ما يمنعش ان بلوت توست زي ده كافي يدمر مستوى وثقة اي لاعب. بس في الاول فينو اظهر للعالم انه هياخد الموضوع ده تحدي، ونزل على الاكونت بتاعه وقال انا هعمل 10 اضعاف اللي عملته لو مضطر، هم مش جاهزين. الناس شافت البوست ده وقالت لك بس يا معلم فينيسيوس هينزل ياكل النجيلة في الماتشات. وبالرغم من اول مباراة بعد البالون دور الريال بيخسر 3-1 من ميلان، وفينو في الدوري بيبدأ يطبق اللي قاله على النت ويجيب هاتريك ضد أوساسونا ويحمس الجماهير إنه عاد لينتقم. بس للأسف الحماس ده ما طولش، ومباراة بعد مباراة الجمهور يلاحظ إن دماغ فينيسيوس ما عادتش في الملعب خالص. كل مباراة أداؤه أوحش من المباراة اللي قبلها واعتراضات على كل حاجة. انت تحس ان اقنع نفسه ان العالم كله بيتآمر عليه، وشاف ان الاعلام ظالمه ومد الوش الجايزة، والجمهور ظالمه وبيتريق عليه، والحكام بتظلمه ومش بتحسب له حاجة. والعقلية دي بدأت تؤثر على كل حاجة، وده كان واضح جدا في مباراة فالنسيا. مدريد كان خسران 1-0 في مباراة مهمة جدا في سباق الدوري، وبدل ما فينيسيوس يحاول يثبت نفسه في المباراة كان مركز جدا مع الحكام والجماهير، لدرجة انه في الماتش ده الكرة اتاخدت منه 12 مرة، والمدافعين لاحظوا ده وقالوا يستغلوا النقطة دي ويبدأوا يستفزوه، لحد ما فينو اتعصب وضرب راس الحارس والحكم طرده. التصرف اللي كان نقطة تحول في موسم فينيسيوس ونظرة الجماهير ليه. وفي ال 19 مباراة اللي بعد الطرد فينو ما قدرش يسجل غير 5 أهداف بس. ولو جينا نبص على أرقامه مقارنة بالموسم اللي فات، معدل مساهمته في الموسم ده كانت مساهمة كل 113 دقيقة تقريبا، مقارنة بالموسم اللي فات اللي كان عنده فيها مساهمة كل 85 دقيقة. حتى لو هتقارنه بموسم 2021 كان كل 109، يعني برضه احسن من اللي بيقدمه دلوقتي. الواحد ما عندوش مشكله ان لاعب مستوى ينزل في فتره من الفترات، ده طبيعي، بس طريقه تعامل فينيسيوس مع الموضوع تخليك ما تعرفش تتعاطف معاه في حاجات زي كده. واكبر مثال على ده كانت مباراه الديربي في دوري ابطال اوروبا. فينيسيوس في الماتش ده لعب 115 دقيقه من اسوأ ما يكون، ما عملش ولا شوط على المرمى، والكرة ضاعت منه 26 مرة.
وفوق كل ده مضيع ضربة جزاء كانت هتخلي مدريد كسبان بدل ما يلعب اشواط اضافية. فالمفروض اي لاعب طبيعي بعد مباراة زي كده يطلع يعتذر للجمهور او على الاقل يقعد ساكت. بس لا، فينيسيوس بعد التبديل يروح يستفز جماهير اتلتيكو. الواحد مش ضد انك انت كلاعب تروح تسكت الجمهور او ترد عليهم، بالعكس دي من احلى الحاجات اللي في الكورة لما تقدر تروح ترد على الجماهير الفريق اللي ضدك. بس الفكرة انك تعمل حاجة زي رونالدو اللي كان بيروح يرد على الجماهير والصحافة، بس بعد ما كان بيثبت نفسه في الماتش. مش يبقى مقدم مستوى كارثي ومضيع ضربة جزاء لفريقك وكمان ليك عين تتكلم؟ الموضوع في الأول كان بيستفز الجمهور اللي ضدك بس، لكن أنت دلوقتي بقيت بتستفز جمهورك أنت شخصيا، ومش الجماهير بس، ده زمايلك أنت في الفريق كمان. موريديتش وأنشيلوتي تعصبوا عليه أكتر من مرة، وبلينجهام في مباراة أتلتيكو مدريد زعق فيه عشان بيخسر الكرة كتير وما بيرجعش يحاول ياخدها. اللي ضايقك في الموضوع ان فينيسيوس فعلا لاعب كويس، بس العقلية اللي هو فيها دلوقتي ممكن تقضي على مسيرته بعد فترة، خاصة ان مبابي شوية بعد شوية هيبقى الواجهة لريال مدريد، لاعب بيعمل اللي عليه في الملعب ومتواضع مع الجماهير. سجل هاتريك في الكلاسيكو بس عشان خسر طلع واعتذر للمشجعين، وفي كذا مرة لما بيقدم مستوى مش كويس بيطلع ويقول انه هيحاول يعمل احسن من كده ويتحسن، على عكس فينيسيوس اللي يقعد بيعاند ويقول انا معايا 15 دوري مع انه كسبان 2 بس. وعندك زي كروس وموروديتش وكارفاخال كل واحد معاه 6 لوحده، وما بيعملوش اللي بيعمله فينو ده. حتى شوف فينيسيوس في اول مباراة في كأس العالم للأندية امام الهلال ما عملش اي حاجة وكان أسوأ لاعب في المباراة. فالسؤال هنا، هل الوضع يتغير مع تشافي ألونسو ويخلي في نوع من المسؤولية والانضباط لفينيسيوس بعد ما كان أنشيلوتي إلى حد ما متساهل وطيب في الحاجات دي؟ وده اللي هنعرفه كلنا خلال شهر واحد بس الواحد اللي متأكد منه دلوقتي إن الموسم اللي جاي لو فضل بنفس العقلية دي هيبقى دمر مسيرته بنفسه، وهيتحول من مشروع أسطورة للنادي إلى لاعب مشي وهو مكروه من الكل. قول لي في الكومنتات انت رأيك ايه، وشايف فينيسيوس عنده فرصة يلحق نفسه قبل فوات الأوان؟